وصلتني شحنة كانت تجميعة من مواقع أمريكية ومن موقع اي باي. جمعتها مع شركة ساكري فنفتحها سوا. شوفوا كيف التغليف يكون، يحموها بكل شيء. هنا في أشياء، خلونا نقول بسم الله بطلعهم بوريكم إياهم. الأشياء كلها طلعتها من الكرتون، واضحة أعتقد بعضها إيش هي، ولكن خلونا نفتح شيء وأوريكم إياها سوا كلها فوق الطاولة. طيب شوفوا هذه الأشياء اللي كانت داخل الشحنة. أدري إني غريب ومجنون، ولكن هذه أشياء صراحة أحب أقتنيها مرة مع الأشياء اللي موجودة عندي هناك من زمان. أشياء لأبل يعني ما أغلبها ما تكون تنباع، زي مثلا على سبيل المثال هذه أكيد تعرفوها. هذه يحطوا فيها الأبل واتش، قاعدة تكون موجودة في متجر أبل، هذه تبع أبل فقط. حتى لو يبوا يغيروها يحطوا نوع ثاني، هذه كلها تتلف ويجيبوا أشياء جديدة ما تباع. ولكن أنا من إيباي أدور على بائعين ما أدري من وين يجيبوها صراحة وأخذها. هذه للأبل واتش، هذه للإيربودز، دائما تشوفوها موجودة معروضة، يكون فيها فوق الطاولة فيها الإيربودز. فالصندوق هذا من زمان حلمي إني أخذه صراحة، والحمد لله لقيته موجود وأخذته. هنا عندي ايبود شفل القديم هذا ولكن جديد مقفل. هنا ايفون 2 جي شريت واحد ثاني عشانه شغال، اللي عندي الاثنين صارت ما تشتغل، ما اعرف البطارية ايش صار فيها. هنا عندي بنزات كانت لفعاليات معينة وجوائز لتحقيق شيء معين، وخذيتهم لان ما راح اقدر اخذهم من هناك. هنا بنزات مختلفة لاحداث معينة. هنا بالليف، هذه تبع مسلسل تيد لاسو اللي موجود في ابل تي في. هذه تبع ابل بعد، كلها موجودة كانت لأحداث معينة. الحمد لله أخذتها من اي باي، شريتها كلها، بعضها أخذتها شراء، بعضها كان عليها مزاد ودخلت عليها وأخذتهم الحمد لله. فهذا كوليكشن جديد يضاف إن شاء الله مع الكوليكشن اللي عندي هنا.